بعد 8 سنوات من الانفصال، التقت الطبيبة بحبيبها السابق مرة أخرى، ولدهشتها كان قد جاء إلى المستشفى مع صديقته الحالية لتلقي العلاج. خوفا من أن يتعرف عليها، ارتدت بسرعة انقناعا جراحيا، وبقلب مكسور تظاهرت بالهدوء وأدت واجباتها كطبيبة، لكنها لم تكن تعلم أن عينيه لم تتركها للحظة واحدة. قبل 8 سنوات كانا زوجين محبين بشدة، لكن بينما كانت تستعد لتحضير هدية له، تلقت مكالمة من والده. اعتقد والده أن عائلتها فقيرة جدا وأجبرها على الانفصال عنه. رغم أنها كانت مترددة بشدة، إلا أنها اقترحت الانفصال عنه، وبسبب موقفها الحازم قال إنه لن يسامحها أبدا، ثم استدار وغادر. منذ ذلك اليوم قضت 8 سنوات طويلة تفتقده. احتفظت بصورتهما طوال الوقت، لكنها لم تجرؤ على الاتصال به مرة أخرى. وصفت الدواء للفتاة وقالت إنها بحاجة إلى البقاء في المستشفى للمراقبة. طلب الرجل منها مباشرة ترتيب أفضل غرفة في المستشفى. بعد مغادرتهم لم تستطع المرأة حبس الدموع في عينيها. ما لم تكن تعلمه هو أن الرجل قد تعرف عليها بالفعل، وأن الفتاة كانت في الواقع ابنة عمه. رافق الرجل ابنة عمه إلى المستشفى فقط لرؤية المرأة. في يوم من الأيام لاحظت المرأة أن والدة الرجل كانت تعتني بالفتاة أيضا. ظنت خطأ أن الفتاة ستصبح زوجته المستقبلية. في تلك اللحظة فقدت كل أمل، لذا قررت اتباع نصيحة والدتها ومحاولة الخروج في موعد مع شخص جديد. لكن الرجل صادف أن سمع محادثتهم. تبعها إلى المطعم حيث كان الموعد يجري. عندما رآها تقف مع رجل آخر، سخر منها عمدا وقال إن ذوقها قد تدهور حقا. لم ترغب المرأة في الجدال معه. بعد العشاء شعرت أن الرجل الذي كانت تواعده ليس مناسبا لها. استعدت لرفضه، لكن الرجل حاول أن يضع ذراعه حولها بالقوة. في تلك اللحظة ظهر في الوقت المناسب وأنقذها، وطرد الرجل الوقح بعيدا. أراد أن يعترف بأنه افتقدها بشدة طوال هذه السنوات، لكن صديقتها ظهرت في تلك اللحظة. أمام نظرة صديقتها الفضولية والمليئة بالثرثرة، لم تكن المرأة ترغب في الاعتراف بأن الرجل كان حبيبها السابق. كان غاضبا للغاية، لكنه لم يستطع سوى مشاهدتها وهي تغادر مع صديقتها لرؤيتها كل يوم. استمر في القدوم إلى المستشفى تحت ذريعة زيارة ابنة عمه، باحثا عنها في كل مكان. رأت والدته على الفور أنه لم يتخلى عن المرأة، لذا شجعته على ملاحقتها مرة أخرى وقالت إنها ستساعد في إقناع والده. بعد الاستماع إلى والدته، ظهر الرجل في حالة سكر أمام المرأة في ذلك اليوم. كانت مصدومة قليلا لرؤيته، غير راغب في الاستسلام. سألها بغضب: هل كل ما كان بيننا لم يكن يعني لك شيئا؟ اعتقدت أنه كان مجرد سكران وحاولت دفعه بعيدا، لكنه خفض رأسه واحتضنها بشدة وتوسل إليها بتواضع ألا تتركه مرة أخرى. في تلك اللحظة شعرت المرأة بموجة هائلة من الحزن.